جورج، تفضل جورج، تفضل معنا يا شباب أو ذهب؟ الو. نعم. الو، السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، الله يسعد مساك ان شاء الله. مرحبا بك، حياك الله. الله يسلمك شيخ، بس اتمنى بس منك جواب، يعني جواب هو علماني ونفس الوقت يكون يعني صحي بنفس الوقت لموضوع الاغتسال من الجنابة. تريد جوابا علميا؟ نعم، علميا او صحيا. جميل. طبعا الجسم عندما يصل الإنسان إلى اللذة في الجماع أو في العادة السرية وغير ذلك، يخرج من الجسم مادة في مسامات صغيرة في الجسم. نعم. فهذه المادة تسد هذه المسامات، فإذا اغتسل الإنسان ذهبت عنه هذه المادة وأصبح الجسم نشيطا. لذلك يسن لنا من السنة أثناء الغسل أن ندرك الجسم باليد حتى ننظفه تماما. نعم، هذا هو الجو. لذلك تلاحظ حتى الإنسان الذي تصيبه عدة جنابات ولا يغتسل يبدأ يخرج من جسمه رائحة أحيانا كريهة. نعم. في حال عدم الاغتسال. في حال عدم الاغتسال، نعم. أيوة. جورج، من ناحية دينية ما فيها عليه أي ضرر في حال إذا ما اغتسلت؟ بلى، عليه ضرر أنه يصبح نجسا وبالتالي صلاته لا تصح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 لا تقربهم الملائكة، وذكر منهم الجنب حتى يغتسل. لذلك يجب عليه أن يغتسل، يعني خاصة إذا حضره وقت صلاة فلا بد أن يغتسل لأجل أن يصليها. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. جورج. نعم. أقول اسمك غريب. جورج. نعم جورج، أنا من أخوانك المسيحيين. نعم. لست مسلما؟ لا. طيب، إيش نظرتك للإسلام يا جورج؟ والله نظرتي، أنا أتابع برنامجك. أي. وفي عندي بعض الأسئلة يعني وتوضيحات، يعني كنت حابب صراحة يعني أكون على انفراد أتكلمها معك. طيب، ما تستطيع تسألني الآن ما يتيسر منها، يعني الذي يصلح للإعلام اسألني إياه الآن وممكن أنا أتصل بك لما ننتهي، لكن حتى يستفيد يعني الناس. طيب، ما يصير أنت تتصل فيني؟ أنا سأتصل بك، لكن أنا سأسألك سؤالين يا جورج. نعم. طيب، الآن المسيحيون يقولون إن عيسى ابن الله، أليس كذلك؟ نعم. معناه أن الله يحب يكون عنده أولاد، لذلك عنده ولد اسمه عيسى، صح؟ نعم. طيب، ما دام جورج أن الله يحب يكون عنده أولاد، لماذا الله ما عنده إلا ولد واحد؟ ليش ما عنده 10 أولاد 20 ولد؟ هذا شيء. الشيء الثاني، نعم. وكذلك ما دام الله عنده ولد اسمه عيسى، ليش عيسى ما عنده أولاد أيضا؟ صح؟ نعم. سيرتك ما لها يعني ما لها جواب، يعني ما أقدر أجاوب. نعم، ما لها جواب. وكذلك جورج، ما دام الله عنده ولد معناه الله عنده أم وأب وجد وجدة. نعم. صح؟ طيب، ما دام ليش الله يخفي عنا أمه وأباه؟ أليس من البر بالأم والأب يطلعهم يقول يا عبادي اعبدوهم معي؟ ليش الله ما طلعهم لنا؟ يا شيخ، هذا موضوع أكبر مننا، يعني أنا ما أقدر أني أفهم. طيب، أنا أسألك سؤال سهل، أسألك سؤال أصغر مننا. حبيبي أسألك سؤال أصغر مني أنا وياك. هل تذكر في التاريخ كاملا، في التاريخ السابق، وأنت ما شاء الله مثقف، في التاريخ السابق أو الآن، إن في قساوسة تحولوا مسلمين؟ نعم. ولهم مؤلفات، صح؟ نعم. وعندهم ويب سايت، عندهم مواقع في الإنترنت. نعم. وعندهم برامج في الفضائيات، صح؟ نعم. طيب، هل تذكر يوم من الأيام في التاريخ أو الآن إن في شيخ مسلم أو داعية مسلم أو عالم تحول نصراني، تحول مسيحي؟ لا. ليش؟ بصراحة يا شيخ، هو الأمور كلها هون، يعني أنا صدقني حابب أني أحكي معك على انفراد. طيب، أنا بسألك سؤال أخير واترك رقمك عند الشباب وأنا أتصل بك. نعم. السؤال الأخير، الآن المسيحيون عندهم الصلاة مرة واحدة في الأسبوع يوم الأحد. نعم. كم الحضور في الكنيسة؟ في كل الأوقات كثيرون. طيب، يمكن كثيرون في الدول العربية، لكن في أوروبا
والحضور قليل جدا في الكنائس. ما أدري والله ما أدري. لا قليل جدا في الكنائس، بينما الصلاة عند المسلمين 5 مرات في اليوم والحضور كثير. نعم. لماذا؟ ما الذي يجذبنا إلى المساجد بينما عدد كبير من الكنائس لا يصلي فيها إلا قليل؟ هذه أسئلة حقيقة جورج، يعني أنا أوجه جميع يعني العقلاء والمثقفين والحكماء من المسيحيين أن يتأملوا فيها. والله لو كان عيسى عليه السلام موجودا اليوم بيننا لما رضي أن نعبده من دون الله، ولا ما رضي أن نقول أنت ابن الله. كان يقول يا جماعة أنا عبد الله ورسوله وأنا بشر مثلكم. واترك رقمك عند الشباب وأسعد وأفرح وأسر بالاتصال بك والتعرف عليك. الله يخليك الله يخليك، شكرا يا شيخ. تسلم. بس المفروض أنتم الكبار تجتمعون، يعني أنتم الكبار يعني تجتمعون. صحيح. وتوحدون وجهة النظر صحيح. هذه اللي صحيح. كلياتنا نحن مختلفين عليها. صحيح. لا والله أبشر جورج، أنا لي أصدقاء من المسيحيين وبعضهم زملاء وبيني وبينهم اتصال، وعدد منهم الله الحمد تأثر كثيرا، ويعني وفعلا يعني رجع إلى العقيدة التي جاء بها عيسى عليه السلام، وهي عبادة الله وحده ولا شريك له. وأنا أتصل بك إن شاء الله بعد البرنامج بإذن الله. شكرا. الله يوفقك للخير يا رب العالمين. الله يخليك. تسلم.